جسمي اتنفض وقمت قعدت على السرير وأنا لسه مرعوب وقاعد بنهج. فضلت مولع النور وتلفزيون الصالة وفضلت قاعد أقرأ قرآن لحد الصبح، وقلت لنفسي أكيد ده كابوس. بس الرعب الحقيقي ما بدأش في الليلة دي، بدأ في الليلة اللي بعدها. تاني يوم بصراحة أنا من كتر ما أنا خايف ما كنتش عايز أنام، وفضلت قاعد ماسك الموبايل أقلب فيه، بس غصب عني نمت. ونفس السيناريو اتعاد معايا تاني، صحيت جسمي كله مشلول، بس المرة دي الكيان ما كانش واقف عند الباب، كيان كان نايم جنبي على المخدة. حسيت بنفس السخن وهو بيضرب في رقبتي من الجنب، وإيد ليها صوابع طويلة زي المخالب بتلف حوالين رقبتي، وابتدى يطلع صوت زي ضحكة مكتومة خلتني اترعبت. وفجأة كان ده اتعدل وبقى فوق صدري بالظبط، وبدأ يضغط بإيديه الاتنين على رقبتي. وفي عز ما أنا خلاص بطلع في الروح، سمعته بيقول جملة أنا عمري ما هنساها. انت فاكر انك لوحدك؟ المكان ده بتاعنا.